ايه رأيكم في العسلات والجمالات دولت؟ شوفي الجمال وشوفي الحلاوة. يا اختي كميلة يا اختي، لذيذة، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. سايبالكوا الصوت بتاعهم هما بيصوصوا. كنت لسه جاية هقول لكم على ايه. بدأت ازاي. رحت جبتهم النهاردة. زي ما انتوا شايفين كده، ربنا يطرح فيهم البركة يا رب العالمين. يلا بقى ايه اللي ما بدأش يجيب بقى كتاكيت يجيب كتاكيت، بس انا مش جايبه تسمين، انا جايباهم بلدي. جبتهم قبل الحر كده ايه ما يجي، عشان خاطر ايه يريشوا كده ويبقوا حلوين. حطيتهم ايه على السطوح فوق في الاوضه اللي هي على الشارع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انتوا عارفين لما بكون راكبه كده وماشيه كده اهو، يبقى انا رايحه محافظه تانية. محافظه ايه؟ محافظه كفر الدوار. بجيب منها الفراخ البلدي والتسمين. لكن اسكندرية هنا ما عندهاش محلات يعني كتير، لكن عشان انا متعودة. عايزة اقول لكم هنا كان عندي صداع جدا. كنت خلاص رحت ورجعت. هوريكم بقى ايه الكتاكيت كده هوت. كنا لسه ايه ما طلعناش بالعربية. كنت قاعدة وقلت ايه اقول لكم ان انا رجعت. بوريكم بقى ايه الكتاكيت وهي لسه كده ايه في الكرتونة. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي، زي العسل همت. هما بيتأخروا بقى عبال ايه ما بيفتحوا بدري، بس ليهم ميعاد الفراخ بتيجي فيها. زي ما انتوا شايفين كده، كفر الدوار محافظة كبيرة قوي قوي، وبيجيها من كل الجهة اللي حواليها الناس بيشتروا الفراخ. هنا بقى هنحطهم او الصبح بقى كده. قلت ايه قبل ما امشي فضي العشة علشان خاطر لما اجي احطهم كده على طول. هنا بقول لكم صباح الفل عليكم. طبعا انتوا عارفين العشة فيها ايه. فيها انابيب، والفرن نزلته تحت. وهطلع بقى الغسالة والخرطوم والحاجات دي كلها عشان نحضر بقى ايه للفراخ بتوعنا كده، ونظبط لهم المكان. هو يا دوبك المكان ده كده على قدهم، بس مش هو صغيرين، لا. ده انا هحوطهم كده بحاجات بسيطة عشان خاطر لسه طبعا ايه المكان كبير عليهم. بس الفراخ بتحب بقى ايه البلدي، بتحب تجري كده هوت في الايه في المكان. فانا جبتهم فوق على طول عشان اعودهم ان هم ايه. دلوقتي الجو يعني ساعات بيسقع وساعات ايه بيحرر. بس اكتر الوقت ساعات بيحرر. عندي فوق في الاوضه اللي فوق كده اهوت. فقلت ايه هظبط لهم بقى الدنيا قبل ما اروح. زي ما انتوا شايفين طلعت الغسالة والانابيب خليتها على جنب، لان هم طبعا لسه صغيرين. ما هم مش هيطيروا يقفوا على الانابيب، والانابيب كده كده هنزلها تحت عند الفرن. هاخد برضو ايه الخرطوم وهطلعه ايه بره كده هوت بلمه. وقلت ايه هلمه عشان افرش لهم ايه حاجة. طبعا هنا مش هفرش لهم قش ولا تبن، لان انا عندي بلاعة، والبلاعة ممكن يطير فيها التبن وهنسد البلاعة وتبقى مشكلة عندي. انتوا عارفين كده على طول الفراخ البلدي طبيعي بتحب تقف على السبيت، على السبتة. فانا ايه يكبروا بس شوية، وهجيب لهم سبتة صغيرة كده بيطيروا ويقفوا عليه. مش طبعا عشان البلاط، لكن كده كده انا بحط لهم بقى قماش ان هم طول النهار يقفوا عليه. شلت بقى المشمع اللي من الناحية التانية، وده برفع لهم برضو ده علشان لما اجيبهم تبقى ايه العشة بالنسبة لهم هتكون نور. لان انا هروح وحاجة كده بقى ايه على الظهر. زي ما انتوا شايفين كده بوضب ايه المكان عبال ايه ما اروح. هنا كنت كده لسه الصبح. فزي ما انتوا شايفين يعتبر كده ايه جيت وبوريكم بقى العشة اهيت. وجبت بقى الفراخ، وجبت لهم بقى العلف بتاعهم اللي هو الايه السمسم بقى الصغير دهوت. نمرة 23. البلدي في تسمين وفي بلدي. انا جبت ايه يا تجيب الايمان، يا تجيب ايه تاني مش فاكرة ايه تاني نجيبه، بس هو جبت الايمان. اهو زي ما انتوا شايفين بسم الله ما شاء الله. هنزلهم بقى كده ايه علشان هما تعتبر ايه اكتر من ساعة وهما في الكرتون. بتستقبليهم على ايه؟ بحط لهم محلول بحلقة الجفاف بتاع الاطفال. تحط لهم شوية مية بسكر كده ايه
ما تكونش الميه، ما تكونش السكر كتير. حطيت لهم بقى انا ميه بسكر كده، وايه، وهسيبهم بقى شويه من غير الاكل. اهم حاجه ان هم يشربوا ايه، الميه اللي هي ايه بسكر. يا اما انتي حسب ما بتعوديهم على محلول، ماشي. انا حطيت لهم ميه بسكر كده، السكر خفيف. طبعا لسه العلافات اللي هي بتحط فيها الاكل كبار، هم يعني ايه كبار، ما ينفعش ان هم ياكلوا فيه. فانا حطيت لهم الغطا ده كده على اساس ان هم ايه لقطوا اللي فيه. لسه طبعا، فسايباهم بقى ايه ينتشروا بقى كده في المكان. وعايزه اقول لكم المكان حر خالص طبعا. انا فوق عندي بيبقى حر، لكن في الشتاء بيبقى وحش جدا. طبعا ايه ما صدقوا بقى ان هم نزلوا، فعمالين بقى ايه ينتشروا هنا وهنا زي ما انتوا شايفين كده اهو. في اللي بدأ يشرب، وفي اللي لسه بقى ايه عمال يلقط كده حاجات كده من الارض. انتوا عارفين الفراخ البلدي بتحب كده على طول تنقر وتجري كده هوت ايه في الارض، ولازم يكون لهم المكان واسع. بس انا طبعا بالنهار ممكن اسيبه كده، لكن بالليل ما ينفعش، لازم احجز عليهم، لان هحط لهم طبعا لمبة، وهم في نفس الوقت لسه صغيرين، محتاجين ان هم ايه يتدفوا. انا بصوا بقى الجمال والحلاوة والالوان الجميلة ديت، يا خلاصي يا خلاصي يا ناس على الحلاوة والجمال. بصوا العسل، هوريكم برضو ايه لون تاني، هوريكم واحد تاني ابيض في اسمر كده جميل. بسم الله ما شاء الله، الالوان جميلة جدا جدا. على فكرة الالوان دي بتتغير لما بيجوا ايه يريشوا ويكبروا. ضروري طبعا هيبقوا الوان تانية، لان هما لما بيبقوا صغيرين بيبقوا كده. بصوا بسم الله ما شاء الله، هما بينتشروا كده هوت. زي ما انتوا شايفين سايباهم كده براحتهم، وما حطيت لهمش لسه ايه اكل. هنحط لهم برضو ايه اكل، بس انا ايه سايباهم يفرفروا كده ويشربوا في المية من الكرتونة طبعا، اللي هو هما ايه كانوا فيها، كانوا زي ساعة كده في الكرتون. اهو زي ما انتوا شايفين كده عمالة اجيبهم من هنا لهنا. بصوا ماشيين كده في الأوضة كلها. يعتبر العشة متقفلة حلو، ومن بره برضو متقفلة حلو. مش خايفة عليهم من الفيران ولا أي حاجة، لأن هي أصلا ما بيخشلهاش حاجة. بصوا الجمال بقى والحلاوة، يا خلاصي يا جميلة. بصي الجمال والحلاوة، يا ترى ده هيبقى لونه ايه لما يكبر؟ يا نهاري، بصي العسل بسم الله ما شاء الله، ربنا يطرح فيهم البركة يا رب. زي ما انتوا شايفين كده هم صغيرين بيبقوا جمال جدا. لسه بقى ايه الاحفاد ما شافوهمش، يا نهاري هيتجنوا عليهم، هيتجنوا عليهم لما يشوفوا الفيديو ده لما ينزل. بدأت بقى كده ايه احط لهم بقى ايه الاكل حاجه واحده واحده كده اهوت. هم صغيرين، ده ايه يعتبر ايه بادئ ايه اللي هو ايه النمن الصغنون ده، اللي هو يا دوبك يبداوا ان هم ايه يلقطوا منه. زي ما انتوا شايفين كده اهوت. بصوا بصوا الجمال بقى. بصوا ابو رقبان، في هنا 2 برقبان، ده واحد مش فاكرة التاني لونه ده ولا لأ. بص الألوان وجمالها وحلاوتها. بص الجمال، يا نهاري يا خلاص يا ناس، بحس ان هم زي الأطفال، هم فعلا زي أطفال صغننين خالص كده. ربنا يطرح فيهم البركة يا رب. جمال وحلوين، بيبدأوا بقى ان هم ينقروا، واللي بيشرب في مية واللي بياكل. هياخدوا بقى كده ايه على المكان. هجيب لكم برضو بالليل هما شكلهم ايه. انا جايبه لكم كده بالنهار، لسه بقى ما وضبتش. بصوا كده حجزت عليهم عشان ما يطلعوش ايه في الاوضه كلها. لسه بقى ما حطيتش اللمبه بتاعتهم، لان اللمبه اصلا كانت مقطوعه، الدويل بتاعهم كان مقطوع. مكان البط ما كان فيها، فما ركبتوش لسه. فهركبه وهتشوفوا برضو ايه وانا وانا بركب ايه الدويل. لان طبعا قبل الليل ما يجي عليا لازم يكون مركبه الدويل ليهم بتاع ايه بتاع العش، عشان طبعا ايه الاوضه ما تبقاش ضلمه. لما يكونوا ضلمه بقى الاوضه ما ينفعش اصلا. عارفه ان لو كبار ماشي هضلم الدنيا عليه، لكن ده لسه صغيرين كده خالص، هيفضلوا يصوصوا بقى ويعملوا لنا ازعاج. هما كده الكتاكيت لما تكون الدنيا ضلمه وهم صغيرين يقعدوا يصوصوا، لكن لو كبار خلاص بيبقى خدوا على الوضع وبياكلوا لوحدهم والكلام ده كله. البلدي ما يتخافش عليهم زي زي الفراخ التسمين. ممكن ان انتي اصلا تبيتيهم من غير لمبه، بس هو لسه شويه. الدويل اهوت هركبه، عشان الدويل التاني ده كانت اتكسر او اتقطع من السلك نفسه. فهركب بقى السلك كده اهوت في الدويل ده، واحطه فيها، وجربوا برضو اللمبه قبل الليل ما يجي علينا.
زي ما انتوا شايفين كده اهوت. قلت ايه هلزقه بقى كده، ولما يجي جوزي بالسلامة يبقى ايه يطول السلك، لان حسيت بالليل ان السلك يعني او اللمبة مش قريبة ليهم قوي. مش خايفة عليهم، لان انا اصلا دخلت لقيت الاوضه صاخد، لان ديت لمبة يعتبر صفرة، فالصفرة دي بتعمل صهد جامد في الاوضه. ما خفتش عليهم، لان هي طبعا ده انا عن نفسي يا بني ادم اهو دخلت لقيت الدنيا صهد خالص في الاوضه، او في العشه اللي انتوا ايه هتشوفوها بقى كده. بس نبداوا بقى دورتنا كده ان شاء الله على خير باذن الله. دورة صيفي انا ما بعدهاش كتير، يعني هي ممكن 5 6 شهور، انتوا عارفين يكبروا وادروح دبحهم على طول. ما بكترش عن كده عشان خاطر المكان صغير، ما مش هيسيع بقى لو هما بيبيضوا ولا اي حاجه. اعطوني بقى ايه علاج ليهم ده، علاج بودرة احطه بعد المية بسكر ديت كده بساعة، مرة الصبح ومرة بالليل، اللي هو الازاز. سنتي من ده، ويعتبر ربع معلقة من الصغير ده على رتل مية. وده بعد ايه 5 ايام. بنفوته بقى احنا يوم في النص بين ده وبين ده، يعني ده 4 ايام البودرة، هو والازازة التانية 4 ايام. خلاص بنحط لهم مية عادية مرة واحدة في اليوم. وبعد كده بعد ال4 ايام او ال5 ايام بحطوا بقى المية اللي هي ايه الخضرة ديت، لان ده يعتبر فيتامينات بقى، والحاجات اللي انتوا عارفينها بتاعت الايه بتاعت الكتاكيت يعني وكده. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حبيت بقى فرشت لهم بقى فرشة تقيلة كده حلوة، انا مش محتاجة الموكيتة الصغيرة ديت، احطها لهم كده يتدفوا ايه تحتيها طبعا بالليل عشان رجليهم ما تسقحش. اهو زي ما انتوا شايفين كده، حبيت ايه اوريه لكم بالنهار. بالليل بقى كان الوضع ده، بصوا اللمبة الصفراء وهم برضو كده اهوت موجودين. الحمد لله لقيت الأوضة صهد كده ايه من اللمبة الصفراء. يا رب يكون فيديو النهاردة كده عجبكم، ما تنسونيش في اللايك والشير، واللي يشوفني لأول مرة يفعل جرس عشان يوصله كل جديد فضلا وليس أمرا. واللي ما بدأش بقى في الدورة الجديدة يبدأ بقى كده اهو قبل ايه قبل الحر، وقبل ايه قبل نوات الحر بقى 7 و8 والكلام ده. يكونوا ريشوا بقى كده اهوت وبقوا ايه وبقوا حلوين. حبيت اوريكم بقى الفيديو ده كده النهارده، وزي ما انتم بقى كده ايه شايفين حلوين وزي الفل وزي العسل. يطلع عليهم النهار ان شاء الله على خير باذن الله. وبقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.